في البحر مفيش مسرح جري. المية بتاخد كل حاجة، الريح بتمسح الأثر والموج بيغسل الأدلة. ده بالظبط اللي راهن على القاتل، وده بالضبط اللي غلط فيه. أنا اسمي آدم، دكتور نفسي معين رسميا من وزارة الداخلية في قضايا الانتحار والمفاوضات وكل حاجة ما بينهم. شغلتي إني أفهم ليه الناس بتعمل اللي بتعمله، واخترت الشغل ده لأني فهمت حاجة بدري، إن الناس مش بتعمل حاجة وحشة لأنها وحشة، بتعملها لأنها مقتنعة إنها صح. ورأفت الضابط اللي بيكرهني وبيكلمني كل مرة، كلمني الصبح قال لي في ناس بتموت في البحر يا آدم والجميع قال حوادث. قلت له انت مش مقتنع؟ قال لي لو كنت مقتنع ما كنتش كلمتك. السفينة اسمها نجم البحر، سفينة سياحية فاخرة 200 راكب، رحلة من اسكندرية لجزيرة صغيرة اسمها جزيرة الزمرد. الضحية الأولى المهندس البحري كريم سلام، 52 سنة، خبرة 25 سنة في هندسة السفن. لقوه في البحر الصبح، تقرير قال سقط من الجسر العلوي أثناء الليل. رافت قال لي الجسر العلوي ده فيه درابزين بارتفاع 1.25 متر، والراجل ده طوله كله 1.60 متر، ازاي وقع؟ قلت له سؤال كويس بس مش ده السؤال الأهم. قال لي ايه السؤال الأهم؟ قلت له ايه اللي خلاه يقف على الجسر الساعة 2 الصبح وهو أصلا مش من طاقم السفينة؟ طلعنا على الجسر العلوي، رأفت ورايا متضايق، احنا بندور على ايه هنا بالظبط؟ ما التقرير قال حادثة في الحتة دي. قلت له التقرير بيقول اللي شافه، انا بدور على اللي ما شافوش. مشيت على طول الدرابزين، بصيت في الحديد، بصيت على الدرابزين نفسه لحد ما لقيت حاجة في الطلاق في كل نقطة تثبيت، ووقفت عند حتة معينة. رأفت قال لي لقيت حاجة؟ قلت له خدش. قال لي عادي، ما الحديد بيتخدش. قلت له مش بالشكل ده، الخدش ده دائري قطره 8 سنتي وعميق بس من جانب واحد بس، ده مش خدش، ده من استخدام حاجة معينة، ده أثر حاجة اتشالت من هنا. رأفت قرب وبص، قال لي ما ممكن يكون أي حاجة. قلت له ممكن لو ما كانش في نقطة تانية بنفس الشكل ده بالظبط على بعد 30 سنتي، حاجة اتحطت هنا وبعدين اتشالت بس أثرها فضل. شيرين كانت معانا في الرحلة، مش صدفة، رأفت طلبها. بصت في الخدوش وقالت ده مغناطيس. قلت لها قالت مغناطيس نيوديميوم، ده قوي جدا بيترك أثر زيه لما بيتشال بقوة. رافت قال لي يعني ايه ده؟ قلت له يعني حد ركب جهاز هنا وبعد ما اشتغل شاله. قال لي جهاز بيعمل ايه يعني؟ قلت له ده اللي محتاجين نعرفه. كلمت كذا فرد من أفراد الطاقم، واحد قال لي أنا حسيت بدوخة خفيفة الليلة دي بس فكرت إن من تعب الشغل. تاني قال أنا كمان بس ما قلتش لحد. والتالت قال أنا وقفت في الكوريدور وحسيت إن الأرض بتتحرك تحتي، بس دي ما كانتش حركة السفينة، دي حاجة تانية. رافت قال لي 3 حسوا بنفس الشيء. قلت له مش 3، 5، بس اسأل كويس. قال لي يعني ايه ده؟ قلت له يعني الجهاز ده ما كانش بيأثر على حد معين، كان بيأثر على نطاق معين. قال لي امال ليه المهندس بس وقع؟ قلت له لانه كان الوحيد اللي واقف على الجسر في اللحظة دي بالظبط. شيرين قالت انا فكرت في الموضوع وعندي فكرة، بس يعني هتقول انها مجنونة. قلت لها قولي. قالت الرنين الصوتي، كل جسم عنده تردد طبيعي، لما بتبعت عليه نفس التردد بيبدأ يهتز. الجسر ده مصنوع من نوع معين من الفولاذ، لو حسبنا ترددات الاهتزاز الطبيعي له هيطلع حوالي 70 هرتز. قال لها 70؟ قالت له أسفة 7 هرتز. رافت قال لها وإيه علاقة 7 هرتز بأي حاجة؟
شيرين بصت له وقالت 7 هرتز هو نفس تردين لجهاز التوازن في الأذن البشرية. يعني لو حد شغل جهاز صوتي بيضخ 7 هرتز في المنطقة دي، أي حد هنا هيحس بدوخة حادة وفقدان توازن فوري. رأفت وقف وقال وأثر المغناطيس ده؟ قلت له مكان تثبيت الجهاز. السفينة ريست بعد كده في مينا صغير قبل ما نوصل للجزيرة. رافت قال لي في مسؤول مينا هنا رفض يسمح لنا بالتحقيق، قال الأمر تجاري وبيأثر على السياحة. قلت له اسمه ايه؟ قال لي سامح ناصر، مستشار أمني للشركة المالكة للسفينة. قلت له هو كمان في الرحلة؟ قال لي بس يعني راكب عادي. قلت له مستشار أمني بيروح أجازة على نفس السفينة اللي بيشتغل معاها ومصادفة بيكون موجود لما بيحصل الحادثة؟ قال لي عادي، يعني ممكن يكون صدفة. قلت له بس الصدفة دي محتاجة تتأكد. سامح كان قاعد في المقهى البحري هادي ومبتسم ما بيلتفتش. أول ما شافني قال أنا سمعت عنك يا دكتور آدم، وعارف إنك بتشوف حاجات مش موجودة. قلت له أنا سمعت عنك وعارف إنك بتوقف تحقيقات من قبل ما تبدأ. ابتسم وقال أنا بحمي مصالح شغل الشركة، ده شغل. قلت له كريم سلام كانت شغلته ايه؟ قال لي كان شاهد. قلت له في ايه؟ قال لي بكل هدوء في قضية مش هيتحكم فيها. قام قال لي استمتع بالرحلة يا دكتور، الجزيرة جميلة، ومشي. رفض قال لي هو قصده ايه؟ في ايه؟ قلت له قصده ان في ضحية تاني. الجزيرة كانت جميلة فعلا، حرارة 42 درجة، رطوبة 85%، وشمس ما بترحمش. وهنا كانت الضحية التانية، المحامية الدولية سلمى رشاد، 45 سنة، بتمثل المدعين في القضية ضد الشركة. وجدوها منهكة على الطريق، نقلوها للمستشفى. التقرير قال انهيار حاد. رأفت قال لي الدكاترة قالوا حرارة والجو فعلا حر. قلت له بس في حاجة. قال لي ايه؟ قلت له لقوها على الطريق وهي كانت ماشية مشوار 2 ساعة بس، ناس تانية مشوا أكتر منها ما تعبوش أصلا. يعني في حاجة كانت محملة على جسمها زيادة هي بس. رحت للمستشفى. سلمى كانت نايمة، بس الحقيبة اللي جنبها كانت على الكرسي بتاعها. رأفت قال لي ايه اللي بتدور عليه في الحقيبة؟ قلت له بدور على اللي جواها. فتحت شنطتها. شيرين قربت بصت وقالت هو ده طبيعي ان انت تفتح شنطة واحدة عيانة؟ قلت له اصبري، انا عايزك تدوري معايا على حاجة غريبة. دورنا في الشنطة لحد ما شيرين وقفت وقالت استنى، ده في هنا بقايا بيضة غريبة كده. قلت لها شوفيها كويس. لقطت عينة. رأفت قال لي ايه هي؟ شيرين قال ببطء ده كلوريد كالسيوم. رأفت قال انا مش فاهم. قلت له كلوريد الكالسيوم او كالسيوم كلوريد، ملح بيتفاعل مع الرطوبة، ولما بيتفاعل بيطلع حرارة مرعبة. في الجزيرة رطوبة 85%، الملح اشتغل والحرقيبة بقت مصدر حرارة بتضخ على جسم سلمى من غير ما تحس. على مدار 2 ساعة جسمها تحمل حرارة الجو زائد حرارة الحقيبة، والنتيجة كانت انهيار. يبدو طبيعي بس هو مش كده. رافت قال لي بس ازاي اثبت ده؟ الملح اختفى. شيرين قالت مش كل الملح، البقايا دي كافية للتحليل. قلت لها وفي حاجة تاني، الملح ده مش بيحصل طبيعي في حقيبة جلدية، حد حطه هناك وحد عارف الشنطة دي بالذات. رافت قال لي يعني حد وصل للشنطة؟ قلت له حد وصل للشنطة في فترة معينة، لأن الملح لازم يتحط قريب من السفر مش قبله بكتير، وده معناها إن اللي عمله كان معانا في الرحلة من الأول. قعدنا أنا ورافت وشيرين. رافت قال لي طيب جريمتين طريقتين مختلفين، ايه الرابط غير سامح؟ قلت له الرابط إن الاتنين ماتوا من غير ما حد يلمسه. القاتل استخدم البيئة نفسها. شيرين قالت الرنين الصوتي يستخدم خاصية السفينة نفسها، والكالسيوم كلوريد استخدم رطوبة الجزيرة نفسها برضو. قلت لهم هو نفس القصة،
مش قاتل بيخطط، هو بيصمم، يدرس البيئة، يحسب المتغيرات، ويسيب الطبيعة تكمل شغل. رافت قال لي وسامح؟ قلت له سامح مستشار أمني، شغلته إنه يقيم المخاطر ويحسب النتائج. وكريم سلام وسلمى رشاد كانوا الخطر الأكبر على الشركة. القضية اللي كانوا شاهدين فيها كانت هتكلف الشركة 200 مليون دولار. رافت قال لي عندنا نظريات بس ما عندناش دليل مباشر. قلت له عندنا 3 مش 1. قال لي ايه؟ قلت له أول حاجة أثر المغناطيس على الجسر، ده بيثبت إن في جهاز اتحط واتشال ومحدش من الطاقم أقر بإنه حط حاجة هناك. تاني حاجة بقايا الكالسيوم كلوريد في الحقيبة، ده بيثبت تلاعب عمد، الجلد الطبيعي ما بيحتويش على الملح ده. تالت حاجة وده الأهم، سامح ناصر وصل لغرفة سلمى في المينا. رافت قال لي ازاي عرفت؟ قلت له لأني طلبت كاميرات المينا وشفته بيدخل الكوريدور بتاع غرفتها لمدة 4 دقايق، وبيتهيألي 4 دقايق كافية تحط فيهم كالسيوم كلوريد في بطانة الحقيبة. سامح كان قاعد على سطح السفينة بيبص في البحر. قال لي من غير ما يلتفت جيت تودعني يا دكتور؟ قلت له جيت أفهم. قال لي تفهم ايه؟ قلت له ليه حد زيك بيستخدم الفيزياء عشان يقتل؟ والتفت لي وقال لأن الفيزياء ما بتكدبش بس الناس بتكدب. قلت له كريم سلام كان شاهد على حاجة مش المفروض تتعرف. قال لي كريم سلام كان هيدمر شركة بنتها 20 سنة. قلت له سلمى؟ قال لي سلمى كانت هتفتح ملفات المفروض ما تتفتحش. قلت له الفيزياء ما بتكدبش صح، بس بتسيب أثر المغناطيس على الجسر، وبقايا الملح في الحقيبة، وكاميرا المينا. سكت ما ردش. قلت له انت بنيت كل حاجة على ان البحر بياخد الأدلة بس نسيت حاجة واحدة. قال لي بصوت واطي ايه؟ قلت له ان البحر بياخد الجهاز مش أثر اللي بيسيبه مكانه. رأفت جه بعد شوية قال لي ده اعترف. قلت له عرفت. قال لي ازاي كنت متأكد؟ قلت له لأن في حاجة واحدة ما شافش فيها. الفيزياء بتحسب كل حاجة بس ما بتحسبش الأماكن المخفية اللي بتبص فيها. رافت قال لي انت بتشوف حاجات مش موجودة يا آدم. قلت له لأ، أنا بشوف حاجات موجودة بس محدش بيدور عليها. في نهاية الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاروا الفيديو مع زمايلكم. مع السلامة.